كنت في مسابقة ICBC السنة اللي فاتت واتصورت كذا صورة مع فريق ونزلتها على الفيسبوك ولينكد ان. بعدها بشوية لقيت طلبات صداقة من ناس كانوا في نفس المسابقة ولابسين نفس التيشيرت رغم اني معرفهمش. طب ايه اللي حصل وازاي قدروا يوصلوا لي؟ زمان لو حد عايز يعرف عنك حاجة كان لازم يسألك او يدور عليك بنفسه، لكن دلوقتي صورة واحدة كفاية. الصورة اللي انت بتنزلها على الانترنت مش مجرد صورة، كنز معلومات لأي شخص عنده شوية مهارات تحليل البيانات. طب تعال اقولك زي صورتك ممكن تكشف عن بياناتك. واحد، تعرف على الوجه. الذكاء الاصطناعي بيستخدموا منصات زي فيسبوك جوجل فوتو قادر اتعرف على وشك في الصور، اقترح اسمك وعنوانك للناس اللي معاك فيها. لو هتلاقي صورتك في بوست عام ممكن يوصل لحسابك حتى لو مش مشتركين في اي جروب. اتنين، التعرف على النصوص. تقنية OCR تخلي الذكاء الاصطناعي يقرأ اي كلام مكتوب على التيشيرتات او اللافتات او حتى ورق في الخلفية. يعني لو اسم مسابقة مكتوب على التيشيرت اي حد يقدر يبحث عنه هيلاقي المشاركين فيها بسهولة وصورتك منهم. 3، تحليل الالوان والعلامات. حتى لو الصورة مش فيها تفاصيل واضحة ممكن يتم التعرف على المكان بشكل التيشيرتات استخدام تقنية اللي بتقدر تحدد اماكن مألوفة بناء على قواعد بيانات ضخمة في الصور. رابعا، الميتا داتا، البيانات المخفية في الصور. الصورة اللي بتاخدها بالموبايل او الكاميرا مش مجرد صورة، بيكون جواها بيانات اللي بتشمل معلومات عن نوع الكاميرا، الاعدادات، وحتى الوقت والتاريخ اللي في الصورة. اللوكيشن سيرفيس اللي شغالة ممكن الصور تحمل احداثيات المكان اللي انت اتصورت فيه، وده بيساعد اي حد عنده خبرة في استرجاع الموقع بالظبط. تحليل الأنشطة والعادات، لو بتنزل الصور في أماكن محددة بشكل محدد أو بتحضر أحداث معينة أي حد ممكن يستنتج معلوماتك. طب إزاي تحمي نفسك؟ امسح الميديا داتا قبل ما ترفع أي صورة. في تطبيقات زي اكزيف ريموفر بتعمل كده. خليك حريص على إعدادات الخصوصية وحاول تنزل الصور للأصدقاء المقربين فقط، مش تشارك صور تبين الأماكن اللي أنت بتروحها. بص، من الاخر لو مش عايز حد يعرف انت فين ما تصورش نفسك كتير. كفايه ان الكاميرا اماميه حافظك اكتر من امك. روح يا شيخ. ربنا يسهل.